السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بيكم في برنامج دقيقة كورة. عندي رد كده على الجمال الرائعين بتوع قناة الزمالك. طلع كريم أبو الحسن منذ قليل بيتكلم بيقول بيعلق على خسارة الزمالك أمام الأهلي في السوبر الأفريقي في اليد، في كرة اليد. الراجل قال لك ده معذور، انا ما اقدرش اتكلم، طبعا الزمالك يستحق الخساره. طبعا قلت بس ده الراجل هيقول كلمه حق. قلت اكمل لما اشوف هيقول ايه. اتفاجئ يقول لك ايه؟ يقول لك ما فيش ما فيش ميزانيه، ما فيش فلوس في النادي عشان ادعم بمحترفين، عشان السوبر الافريقي كمان، ان الاهلي لازم يكسب دايما ولازم يتفصل له لائحه عشان يكسب. الموسم اللي فات اتحط 4 فرق، بدل كان الاهلي ما كانش مشارك، اتحط 4 فرق منهم الاهلي عشان يفوز بالسوبر الموسم، السوبر الافريقي. طبعا قال لك برضو على بالنسبه لليد، سوبر مصري كان الاهلي مش طرف، فضاف سبورتنج، كان سبورتنج والزمالك بطل دوري وكاس، وكان الاهلي اتضاف معاهم مع طلائع الجيش عشان يكمل الرباعيه. وعشان الاهلي الزمالك مستقر فكسب الزمالك كسب وخد السوبر المصري. وجي بيتكلم على السوبر المصري، الاهلي امام بيراميدز، والاهلي يعني بيتفصل له اللوائح علشان ياخد البطولات. ومن ضمن اسباب خساره الزمالك من الاهلي في السوبر الافريقي يد النهارده، على لسان كريم ابو الحسن، قال لك ان الخطابات بتتبلغ قبل ما ندخل الماتشات، فازاي النادي يكون مستقر وازاي سياده المستشار يركز طيب هو الكلام بسم الله الرحمن الرحيم كده، عندي كام تعليق هعلق كده على حاجه عشان الكلام متناقض. بسم الله الرحمن الرحيم. اول حاجه، فكره ان الزمالك بياخد او بيستقبل الخطابات قبل الماتش، خطابات العزل، ده كان قبل مباراه اصلا السوبر الافريقي بين اهلي وزمالك، فده كلام ملوش اي محل من الاعراب. دي حاجه. الحاجه الثانيه، حضرتك لو انت متميز وانت يعني لاعب او ادارتك قويه فبتوفر افضل حاجه، فده انت الكره في الملعب، حتى ولو اللوائح ضدك، انا هفترض انا همشي معاك للاخر، حتى ولو اللوائح ضدك فانت تقدر تكسب طول ما انت واقف على رجلك وانت كويس. طيب حاجه كمان هعلق عليها، فكره ان مفيش ميزانيه او مفيش فلوس في النادي. تعالى دي بقى عشان دي دينك والدين ادارتك والدين كل الناس في الاداره. يعني انا دلوقتي كرئيس نادي شغلتي ايه؟ رقم واحد، توفير الموارد الماديه اللي اقدر اسد بيها احتياجات النادي، من مرتبات، من مستحقات من مستحقات لعيبه في كل الالعاب. لازم يبقى عندي موارد، وما شاء الله بالنسبه لموارد نادي الزمالك، في عز ما الزمالك كان واقع في ال10 سنين ولا ال12 سنه العجاف، كان الزمالك عنده سور نادي الزمالك اللي هو المحلات وتأجير والكلام ده كله، ما شاء الله قدر يجيب اغلى صفقه في الوقت ده، كان اجوجو، كان ب 40 مليون ايام ممدوح عباس. ده الزمالك عنده موارد. الموارد دي بتروح فين؟ ما اعرفش، ده بقى تساله بقى ال الاداره الماليه والكلام ده كله، ورئيس النادي والكلام ده كله، والاداره بصفه عامه. دي حاجه. فانت ما تطلعش اي اسباب لفشلك، لان انت فاشل اداريا، وده مش من النهارده، ده من سنين عدت. حتى لما كنت متفوق في القدم وفي بعض الالعاب، فانت كنت متفوق عشان الاهلي واقع، مش عشان الزمالك قوي. لا، ما تدورش على شماعه لفشلك. ما تقعدش تقول لي اصل انا ما عنديش فلوس اجيب لعيبه. دي مشكلتك مش مشكلتي. دي مشكله ادارتك اللي ما قدرتش توفر موارد ماديه
للعيبه، لمدربين، لمساعدين، الخ الخ الخ، لموظفين، وفي موظفين بقالهم شهور ما خدتش مرتباتها. ما تجيش تقول لي اصل انا اتعمل لي لائحه مخصوص عشان اخسر. يا باشا انت مش رجليك في الملعب، حتى ولو ما يبقاش الفشل للدرجه دي، ما يبقاش اي حاجه انا بخسرها. انت بتيجي بقى في ناس بقوا تناسب كده. يعني انا افتكر كان في سنه من السنين، مش فاكر سنه كام بالظبط، بس الكلام ده من قريب، ايام ميسي ما كان في برشلونه. كان في ماتش برشلونه وريال بيتيس. الماتش ده كان ريال مدريد وبرشلونه ستيب باي ستيب، نقطه بنقطه، 3 بونت 3 بونت. وكان فاضل بالظبط 3 ماتشات على الدوري، وبرشلونه قابل ريال بيتيس قبل وجود الفار. الكوره كان سواريز شاطها في ماتش برشلونه وجابها جول. الكوره بدل مش عدت بقى الخط بقى وفيها ولا ونعيد من اكتر من زاويه عشان تخش، لا، الكوره عدت وكانت فاضل لها حاجات وتلمس الشبكه اللي في الظهر، مش اللي في الجنب مثلا، اللي في الظهر. اللاعب المدافع شالها قبل ما تلمس الشبكه اللي في الظهر، والكره طلعت ومفيش فار، والحكم شاهد ما شافش حاجه هو والمساعد. وجه ساعتها الماتش خلص تعادل، وبرشلونه خسرت 2 بونت، وال2 بونت دول هم اللي كسبوا ريال مدريد، والموضوع عدى ولا كان فيه اي حاجه. وطبعا اخطاء تحكيم. تعالى الموقف ده لو حصل في مصر مع الاهلي، يا لهوي، هيتقالك اتحاد كوره نسعد الدوله، وكاله الاهرام لعبت الاسماعيلي، التحكيم ايه الخ. ايه يا جدعان، هو انتوا زي ما ليكم وزي ما عليكم؟ زي ما حاجات بتساعدك في اوقات، زي برضو ما في حاجه بتضرك في اوقات. ليه ما افتكرتش يا كابتن كريم ابو الحسن يا اللي بتتكلموا، او بالنسبه لقناه الزمالك بصفه عامه، ما اتكلمتش على الكونفدراليه اللي حضرتك خدتها؟ كان الزمالك ساعتها 2020 اعتقد، لا 2019 لما كسبتوا نهضة بركان في النهائي. ليه ما اتكلمتش في البطولة دي؟ كان الزمالك بيلاعب فريق مغربي اعتقد كانت احسنية اغادير او نصر حسين داي، اعتقد نصر حسين داي الجزائري اعتقد يعني. الكرة اتلعبت، الكرة المشهورة بتاعت جنش. في الماتش ده ما كانش فيه فار، والكرة جنش ساعتها قعد عليها، والكرة اتعادت 900 مرة، وتحليل مصري، تحليل اجنبي، تحليل مهما، مفيش حد ما قالكش ان الكرة مش جول. الكرة جول باعتراف جماهير من الزمالك. ولو كان الجول ده كان جه واتحسب كان الزمالك بره، لان كان الماتش هيبقى تعادل 1-1، وانت تعادلت بره 0-0، فبقاعدة الهدف بهدفين تخرجك. جيت ما اتكلمتش عليها، لكن يحيى الزمالك طبعا جه بعدها. الزمالك في الدور النهائي لو حضراتكم تفتكروا كان خسران 1-0 في المغرب من نهضة بركان، وجه في مصر بيدور على هدف كرة كهربا الشهيرة اللي اتشاطت، وكهربا بعقل وبذكاء قدر يخلي الحكم يراجع الفار، واتحسبت بلنتي للزمالك، والزمالك جابها جول 1-0، ولعبوا ضربات جزاء او لعبت ضربات جزاء والزمالك فاز. ليه ما اتكلمتش على دي؟ ولا انا لازم ادعي المظلوميه والمؤامره عشان اخلي وابعد كل الجماهير والراي العام عن السبب الرئيسي والسبب الحقيقي؟ بل السبب الرئيسي والسبب الحقيقي للفشل انتوا بتمجدوا فيه، وعشان كده الزمالك عمره ما هيتأمل لقومه. لو انا اهلاوي وبتفرج على الاهلي وبشوف الحال، بفرح للاهلي ان الدوري والكاس والسوبر وافريقيا. عايز اقول لحضرتك انا عايز منافسه حقيقي، انا عايز منافسه في مصر. عملت فيديو قبل كده بقول فيه ان الاهلي كويس ان الزمالك انسحب من السوبر، كره القدم السوبر المصري، ما كانش الماتش هيكون بالقوه دي. بيراميدز عمل ماتش عالمي، بشوفه ماتش اسطوري. لو بيراميدز بيلعب الماتشات دي، ماتشات الدوري او الماتش بتاع الاهلي ده بيلعبوا بنفس المستوى ده في الدوري، بيراميدز هينافس على الدوري يعني بضراوه بقوه. ولكن الزمالك لو كان لعب ماتش السوبر اعتقد الماتش كان هيكون من جانب واحد، والسبب الرئيسي انك تنسحب هو انك ضعيف،
انك مش مستعد باعتراف رئيس ناديك. لما تيجي تقول لي اصل في اليد 4 فرق شاركوا، يا باشا ما انت بتعرف تنسحب وما انسحبتش ليه؟ لما تقول لي السوبر الافريقي حطوا 4 فرق، يا باشا ما انت بتعرف تنسحب ما انسحبتش ليه اعتراضا على الكلام ده؟ ولا هي حاجه يعني بعير المواقف باكتر من معيار وباكتر من تصرف. رجاء ارحموا الناس اللي دماغها على قدها، دي اللي هتصدقكوا وتمشي ورا السبب الغلط. لكن في ناس فاهمه قوي مش هيخش عليها الكلام ده. المصالح الشخصيه هي اللي مخليه الزمالك ورا قوي كده. الزمالك بعيد قوي. ده الزمالك وجماهير الزمالك، انت نسيت انك رابع الدوري ولا خامس الدوري. انت خليت وصلت للزمالك او وصلت للزملكاويه وجماهير الزمالك ان لو طلع المركز الثاني ده انجاز في حد ذاته. الفريق الكبير، عايز اوضح لك حاجه، الفريق الكبير بيعتبر الفوز او النجاح هو رقم واحد، ان ابقى رقم واحد، مش ان ابقى الثاني ولا الثالث ولا الرابع. راجع كده ان الاهلي لما خسر 2 دوري، الاهلي بيحصل فيه اللعيبه بتاع الاداره والجماهير والاعلاميين قالوا ايه وهاجموا الاهلي ازاي، برغم انه واخد 2 افريقيا ورا بعض ووصل للثالثه وخسر الثالثه بظلم فادح. انتوا كزملكاويه اعترفتوا بيه ان الاهلي اتظلم من اتحاد المغربي او اسف الاتحاد الافريقي، ان النهائي يقام في الوداد في المغرب. بلاش الكلام ده علشان مش هيدخل علينا. بنتمنى كده انتهت الحلقه بتاعتنا. نتمنى الحلقه تكون عجبتكم، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.